التوعية والتحسيس لمخاطر الطريق تقدمه الإذاعة المغربية بتعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. لنغير سلوكنا. أعزائي المستمعين أينما كنتم أهلا وسهلا بكم. طاقم برنامج طريق السلامة يحييكم مباشرة من رقم 4 من حي التنبت لحضراتكم هذه الحصة. موضوعنا اليوم هو حركة سير أو السلامة الطرقية داخل المجال الحضاري. إذا شنو هي الأسباب ديال حوادث السير داخل المجال الحضاري؟ شنو هي الحلول؟ إذا هاد المحاور غادي نناقشوها مع السيد محمد البوشتاوي اللي هو قائد فرقة المرور بالرباط ملازم شرطة. سي محمد مرحبا بك على أمواج الإذاعة الوطنية. مرحبا. إذا إضافة لذلك غادي يكون معنا السي مصطفى حجي اللي هو رئيس جمعية السلامة الطرقية التنمية والثقافة، رئيس الفيدرالية التعليم السياقة والسلامة الطرقية مدينة الدار البيضاء. أيضا غادي يكون معنا السي رضا محمد أمين الحسناوي رئيس جمعية ملتقى السائق المهني بطنجة. أيضا مريح حفيظ العلوي اللي هو مهتم بالسلامة الطرقية ورئيس فرع الهلال الأحمر المغربي بمدينة مراكش. مرحبا بالجميع. في البداية غادي نمشيو اللقاءات اللي جناها بمدينة مراكش مع مجموعة من السائقين حول حركة السير بهذه المدينة. اصلاحات ديال الطريق سببت بزاف ديال المشاكل. الطريق شويه عامره صراحه بالنسبه للدراجات الناريه والعاديه ما تحترموش، وهذا الشيء تيخلق مشكل بالنسبه. سي محمد بوشتاوي غادي نمشيو عند السي مصطفى حجي اللي معنا على الهاتف اللي هو رئيس جمعيه السلامه الطرقيه التنميه والثقافه، رئيس الفيدراليه التعليم السياقه والسلامه الطرقيه مدينه الدار البيضاء. سي مصطفى حجي صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير ومرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الكرام. كنحييك وكنحيي عن طريق كل الاذاعيين المتميزين اللي عندهم روح المواطنه، وعن طريق كنحيي الاذاعه ديال الرباط اللي هي الام ديال الاذاعات الوطنيه او الجهويه، وعن طريق كنحيي اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير اللي هي الدافع والمهم في هذه السلامه الطرقيه، وكنحيي رجال شرطه المرور والاستراتيجيه الجديده ديالهم اللي دخلنا معهم في هذه التوعيه والتحسيس داخل المؤسسات التعليميه. نعم. تفضل سي مصطفى حجي، بالنسبه لك حركه السير انت في مدينه الدار البيضاء، نهضروا على مدينه الدار، واش منظمه ولا ما منظماش؟ وبالنسبه لحركه السير داخل مدينه الدار البيضاء خصوصا مع الاشغال ديال الترامواي، فكانت هناك يعني المواطن البيضاوي صبر بزاف صراحه، لانه كانت اشغال، كانت طرق مقطوعه، كان الانسان مولف واحد الطريق ولات الطريق اللي سميتها، فولات زادوا بعض الاشارات الطرقيه اللي كتمنع مثلا يدور من هذه الجهه ولا هذا، كانت اشكاليه، ولكن ضروري كل مولود الا وكاين مخاض، فباش نخرجوا واحد الترامواي ونخرجوا واحد سياسه جديده وواحد استراتيجيه جديده ديال التنقل المجاري داخل مدينه الدار البيضاء، لازم كنا كنخصنا نصبروا. الحمد لله دازت هاد السنتين الحمد لله اللي صبروا فيها المواطنين. ما نكذبش عليك ان كانت حركه السير لواحد المستوى اللي كانت هناك بعض الفوضى، كانت بعض المخالفات، كانت بعض السلوكيات ديال بعض السائقين اللي ما كانت كتحترم القانون ديال قانون السير، ما كانتش كتحترم السرعه المفروضه، ما كانتش حتى الاشارات الممنوعه من الضوء اللي من الانترنت في شي بلاصه ولاو كاين السائقين كيستعملوها بحال بالزز، يعني كيدخل كيغامر وكيدخل رغم انها ممنوعه وغترجع عليه عده اسباب، سواء مخالفات سواء حوادث تسبب ليه في حوادث، فكيضطر انه يخالف. ولكن هذه السلوكيات اللي ما يمكنش اننا نربطوها كعموميات. العموميات هو انه المواطن المغربي والسائق المغربي وخصوصا السائق المهني فكيحترم، وكنأكد على السائق المهني. السائق المهني كيحترم ما امكن قانون السير. علاش؟ لان هذاك السائق المهني كيعرف بان هذاك البيرمي ديالو هو طرف الخبز ديالو، كيعرف بانه الا خالف وغامر فكيولي الا مشى ليه البيرمي ديالو فكيولي انه خصو يبعد، خصو يقلب مثلا كيفاش غيرجع هذاك البيرمي ديالو. الا كانت مخالفه غيخلص عليها ماديات، غيولي كينقص من الاجر ديالو باش كيخلص، فكيضرب حساب. هذا السائق المهني كيضرب حساب لهاد الامور هذه. سي مصطفى، حنا هنا ما بغيناش نشوفوا طرف راه تيدير المخالفات وطرف ما تيدير، ما نرموش الاسباب على واحد الفئه معينه. حنا تنشوفوا حركه السير ككل، تنشوفوا الاحصائيات، تنشوفوا النتائج. اذا النتائج هي راه
للاسف تنشوفوا بان 4200 قاتل اللي كاينه في السنه. هذه نتائج اللي هي سلبيه جدا بالنسبه للمغرب. تنشوفوا فين كاملين الضعف اللي كاينه في حركه السير بصفه عامه. حتى انا استاذ انا تكلمت معك انطلاقا من الاحصائيات، حتى بالنسبه للطاكسيات والكاميوات والكيران نسبه المخالفه ديالهم ما كتجاوزش 10%. هاد تسبوا في حوادث ما كيتجاوزوش 10%، نجمعهم كاملين ما كيتسبوش 10%. ولكن نمشي معك في نفس الطرح يا استاذ، هو انه الاشكاليه فين كاينه؟ الاشكاليه اولا كاينه في عدم الفهم ديال بعض الاشارات، لان التشوير الطرقي كاين التشوير العمودي وكاين التشوير الافقي وكاين وعندنا كذلك التشوير ديال الاضاءات الاشارات الضوئيه اللي تكلم عليهم الاستاذ اللي كنحييه. ومن هذا المنطلق فالفيدراليه المغربيه للمدربين المهنيه تعليم السياقه والسلامه الطرقيه اللي تاسست في 18/11 انطلاقا من واحد الوازع وطني، واحد الوازع ديال انهم كمهنيين كيعلموا هذا التشوير وكيقرروا الناس، فما بقاوش باغيين يكتفيوا غير ان المواطن كيجي كياخذ عندهم دروس داخل المؤسسات التعليميه تعليم السياقه ويخرج وما تبقاش عنده علاقه لا، فولاو باغيين انهم يعلموه ويقرروه ويعطيوه ضوابط ديال القانون السير. في نفس الوقت المواكبه مع خارج الفضاءات ديال خارج الطرقات، خارج الفضاءات، التوعيه والتحسيس، المساهمه في نشر واحد الثقافه طرقيه جديده، لانه كيف ما قلتي الاحصائيات مهوله 4600 تقريبا و 67 قاتل اللي كتجينا سنويا، 12 قاتل في اليوم. هذه معضله كيخصنا كلنا نوحدوا الجهود، كلنا نتوحدوا. وانا ما نكذبش عليك، انا فرحت بزاف المبادره ديال الداخليه وخصوصا شرطه المرور، لانهم اندمجوا معنا في هذا العمل الجماعي، دخلوا معنا المؤسسات التعليميه عبر التراب الوطني كامل. وانا كنهضر على مدينه الدار البيضاء، فاللي كنهضر معك لواحد الساعه منذ 19 في شهر 11، وهناك انطلاق ديال هذه العمليه ديال داخل المؤسسات التعليميه. فمن هنا الى قلنا دخلنا المؤسسات التعليميه فهناك نظره شموليه ووطنيه حول التربيه على السلامه الطرقيه. اذا تكلمنا على التربيه على السلامه الطرقيه باننا كنوجدوا جيل من الراجلين وجيل من السائقين اللي يحترم ان شاء الله القانون ديال السير، ويعرف بانه اذا ما احترمش قانون السير فهناك ارواح، هناك ايتام، هناك ارامل، هناك اعاقات دائمه ومستديمه لهذوك الناس اللي مثلا ما كيحترمش يكون هو سبب او متسبب او عرضه لهذه الحادثه. فباذن الله الى تجمعت هذه الجهود هذه كامله، وانا كنحيي وكنعاود نحيي رجال شرطه المرور من هذا الباب من هذا المنبر على انهم باللي اندمجوا معنا هذه السنه ودخلوا معنا فعليا برنامج وطني ديالهم. انا كنحييهم من القلب، لان السلامه الطرقيه ما هياش خاصه باللجنه الوطنيه، ما هياش خاصه بالاذاعه، ما هياش خاصه بالجمعيات المتخصصه، مشروع مجتمعي. نعم استاذ. اذا شكرا للسي مصطفى حجيلي، هو رئيس جمعيه السلامه الطرقيه والثقافه، رئيس فيدراليه التعليم السياقه والسلامه الطرقيه بمدينه الدار البيضاء. شكرا لك، غادي نلتقي في فرصه قادمه بحول الله. اذا غادي نرجعوا عند السي محمد بوشتاوي اللي هو قائد